مرحبا، اليوم إن شاء الله رح أعمل بوظة العربية. وقبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. بحتاجوا دعمكم كتير. يلا ما بدي طول عليكم، خلونا نبلش. تابعوني لآخر الفيديو لنكشف أسرار طعمتها وملمسها الجميل. بحتاج لتر حليب، 7 معالق طعام سحلب، علبة قشطة قيمار 250 ملي، 3/4 كباية سكر، وظرف من المسكة أو معلقة صغيرة، وربع معلقة صغيرة من الملح الخشن، وطحنت ربع كوب من الفستق. حطيت الحليب بالطنجرة وبدي ضل حركه على حرارة وسط تيغلي. أول ما غلي بحط القشطة وبضل عم حرك، وبضيف السحلب وبزيد السكر والملح. الملح بخلي المزيج يقل درجة حرارة الذوبان عن الصفر فببطل يسخر. حركته ربع ساعة بعد إضافة كل المواد اللي ذكرتها. بس يصير هيك بيمسك المزيج على المعلقة بيكون صار لازم صبه. حضرت كاسة فخار والباقي أي صينية مستطيلة عندكن ممكن تصبوه فيها. حضرتن قبل ما بلش، حطيت سنيدتها لأن بدي أعملها رول، وهيك رح أتركه يبرد بحرارة المطبخ. بعد ما برد بزيدلن الفستق وبحركن شوي، ونقلت هون بدي أعملن رول. بدي أحطن بالفريزر مينيموم 6 ساعات. بعد ساعتين رح حرك اللي بكاسة الفخار حركتين وبرجع بغلفها وبرجعها على الفريزر. تركتن لتاني يوم. بشيل عنا الألمنيوم وبلفها بهالطريقة. حاول قطعها بالتساوي. سهلة جدا، فيكن تحتفظوا فيها بالفريزر بتطلعوا وقت بتحبوا تاكلوها. وكله على الأصول. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمست ايدي. انتو شو سركن؟ خبروني بالكومنت تحت.